منذ إعادة فتح الخط الرئيسي الرابط بين الضالع وصنعاء في شهر مايو من العام المنصرم وعودة حركة شاحنات نقل البضائع عبر هذا الطريق المختصر، برزت إشكالية خطيرة تمثلت في تزايد الحوادث المرورية بشكل لافت، ويعزو مواطنون وسائقون ذلك إلى إهمال صيانة الشاحنات وأعطال وزيادة حمولة الشاحنات، إلى جانب وجود حفريات وتشققات في الطريق نتيجة الإهمال وغياب الصيانة منذ سنوات، فضلا عن انعدام اللوحات الإرشادية التي تنبه السائقين لمواضع الخطر. سائق فعلا في هذا الخط من فترة طويلة، خط الضالع صنعاء، وأسباب الحوادث في هذا الطريق عدم صيانة المركبات، حتى أنه يحدث تضيق في الخط عندما يأتي مركبة أخرى، ونسأل الله السلامة للجميع. الحوادث التي تحصل في نقيل الشيم، الحوادث دائما تكون بسبب الازدحام الشديد، وأيضا القواطر التي تأتي محملة بوزن ثقيل غير الحمولة المحددة لها بالقانون. أيضا الطريق تحتاج إلى صيانة أكثر، ونطالب الجهات المعنية بالنظر وصيانة هذه الطريق الرابط ما بين صنعاء وعدن. وتسببت بعض هذه الحوادث في إغلاق الطريق بشكل كامل ولساعات، مما أدى إلى عرقلة حركة المسافرين والمركبات وتوقف الشاحنات إلى حين وصول الرافعات لإبعادها عن الخط الرئيسي، وضع يزيد من معاناة مستخدمي الطريق ويهدد سلامة الأرواح والبضائع المنقولة في ظل غياب حلول عاجلة تحد من تكرار هذه الحوادث. نحن في فريق الراية البيضاء نتابع عن كثب وباهتمام كبير سير طريق عدن الضالع صنعاء، ولما وصل من إشاعة بأنه تم قطع الطريق، فالطريق لم يقطع، وإنما قطع لساعات بسبب انقلاب شاحنة قطعت الخط بالكامل، وتم رفعها وفتح الخط والطريق مفتوح، ونطمئن الجميع وجميع المسافرين بأن الطريق مفتوح، وهذه الإشاعة هي كانت سبب انقلاب شاحنة. فنحن نوجه رسالة لأصحاب الشاحنات بأن يخففوا الحمولة، لأن الحمولة الزائد قد يكون أحد أسباب انقلاب الشاحنات في نقيل الشيم وكذلك في الطرق الأخرى. ورسالتنا الأخيرة للسلطات والمحلية وللمكتب الأشغال العامة والطرق، نتمنى منهم صيانة نقيل الشيم وكذلك ردم الحفر وإصلاح جوانب الإسفلت لكي يكون الطريق أكثر أمنا وأمانا. وأمام هذا الواقع تتعالى المطالبات للجهات المختصة بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة، إلى جانب دعوة السائقين إلى الالتزام بالحمولات القانونية وأخذ الحيطة والحذر، حفاظا على سلامتهم وسلامة الطريق وضمان استمرار الحركة دون مخاطر أو خسائر. محمد الشعيبي، اليمن اليوم، الضالع.